أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الفيديو ده أنا كنت عامله للأرض اللي هي 400 فدان، اللي هي الرملة. وقلت إن الفدان فيه ب20,000. في حد صاحب الأرض قال لي: لأ، 20 حرام، لأن الشبكة لوحدها معمولة الفدان ب20. خلاص، يعني إزاي؟ فيه بير وفيه طاقة وفيه تصليح. تصليح الارض رمله تصلحش ده عشان بس انا حافظ مش فاهم، معلش. اقصد في الطرق معموله بمليون جنيه لل 200 فدان يا جماعه. في مصاريف كتير. فيه بير 300 متر. فيه الشبكه ال 150 فدان. في طاقه 100 كيلو. في مصاريف كتير، في غاطس 100. في مصاريف كتير يعني. فاحنا بنتكلم الفدان ب30,000. او ما تلاقيش بقى 20 تقول لي ده 20، لا، هو ب30,000. انا المفروض ان انا كنت اروح اعمل فيديو من الارض، بس ان شاء الله بكره ولا بعده هعمل لكم فيديو من الارض. تمام. من على الطبيعه. وفيه بيت، على فكره، فيه بيت 4 اوض. بتاع اسمه ايه، أبب. أبب. فطبعا والارض على فكره تعتبر على الاسفلت، لان هي في سهل بركه من ناحيه طريق التلاوي. راسية على الطريق عدل. قبلها ب10 كيلو اسفلت من الناحيه دي، وقبلها من الناحيه التانيه ب10 كيلو اسفلت. يعني الارض راسية على الطريق، مميزاتها حلوه. طبعا انت تشتغل، عايز تشتغل بيف وتشتغل. لان فيها 220 ينفع تتعمل فيهم بيفتات. والباقي برضو تشتغل، عايز تزرع برسيم، رشاشات، عايز تزرع قمح رشاشات، عايز تزرع شبكة تنقيط الشجر اللي انت شايفه، اعمله. المهم الارض دي مزاد قديم. طبعا في السنة الثالثة نزلت تقريبا من شهر 11. المفروض تدفع 1700 جنيه عليه. خدت بال حضرتك؟ طبعا قلت لكم اهو عشان ما حدش يقول لي ليه السعر زاد. يا جماعة الخير، صلوا على النبي. كل واحد حر في حاجته. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني ايه؟ احنا دلوقتي انزل فيديو اقول اللي اقوله، ممكن اغير السعر. طالما انت ما كتبتش عقد معايا، من حق اغير السعر براحتي. ليه بقى؟ لان انت ما كتبتش عقد. اول ما تكتب عقد ما ينفعش لا انا اغير ولا انت تغير. حتى لو انت تدفع شرط الجزاء ما ينفعش تجبرني برضه ان انا اغير. حتى لو انا عايز ادفع شرط الجزاء ما ينفعش اجبرك تغير. خلاص. يبقى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. واحد شاف الارض وقال لي: يا محمد احجزها لي، وبعت فلوس، خلصت. طالما شفت الارض، طب انا ما شفتش ووافقت ان فلان ده اهو يعني شوفها بالنيابه عني، وشوفها يا فلان، ودفعت عربه، خلصت. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعهود ان العهد كان مسؤول. طالما اديت لحد عهد، خلاص، يبقى خلاص العهد بيبقى اتنين: يا اما بفلوس يا اما بكتابة عقد. لو كتبت عقد، ده عقد مسؤول عليه شرعا في القرآن. تخالفه يبقى حرام. لكن ما ينفعش يبقى معمول الشبكة ب20,000 للفدان، وانا اقول لك الفدان كله ب20,000. ازاي؟ ده ارض الرملة النهاردة الفدان ب35. طب احسب بقى البير بكام، والرملة بكام، والبيت بكام، والدنيا بكام. فدان كده ب30,000 ولقطة. يعني هو عدل ربنا يساوي له 50. انا بقول لك ب30,000 كده لقطة. انت شايف ان هو لقطة، تعالى لي. وكلهم دفعة واحدة، مفيش واحد يقول لي اديني 5، اديني 10. اصل انا صاحبك، انا متابعك من زمان. طب انا هبعت لك الفلوس دلوقتي، مش هاخد الارض اللي بعدين. كل الكلام ده مش هيجي منه. ديت في سهل بركة 30 كيلو من الفرافرة، أرض على الطريق. الفدان سعر نهائي 30,000. هصور لكم زي ما قلت لكم في أول فيديو من الأرض بعد يومين 3 كده، أو يوم أو 2 أو 3، بإذن واحد أحد. العرض ده لمدة أسبوع، لأن ما فيش حد بيبيع بالسعر ده. يعني طب لو ما اتباعتش خلاص مش هنبيعها. يعني العرض ده لمدة أسبوع بس.